وبيلاقوا الباب بتاع ابوه هناك زي ما اندل قال لمارد، وشلبي بيكون حاسس ان اندل بيخدعهم عشان يخطف الطفلة، فبيجرب مارد يدخل الأوضة فبيخطفوا اندل على اساس انه الطفلة، فبيستخبى شلبي وابوه تحت المكتب عشان ما يشوفهمش اندل، وبيفضل شلبي يراقب في اندل لحد ما بيختفي من قدامه. ووقتها ابوه بتلعب في حاجة فبتفتح باب سري، فبيدخلوا من الباب ده وبيشوفوا اندل وهو شايل صندوق وبيقول للمساعد انه جاب الطفلة، واول ما بيفتح الصندوق بيتفاجئ انه خطف مارد مش الطفلة، فبيربطه في الكرسي وبيقوله انه هو هيغير عالم الوحوش للافضل بالجهاز اللي اخترعه، وبيقوله ان الجهاز ده بيقدر يستخرج الصراخ من الاطفال، وبيشغله عشان يجربه على مارد. فاول ما الجهاز بيلمس مارد بيقف، فبيروح اندل عشان يشوف في ايه في الكهرباء، فبيتفاجئ ان الكهرباء مفصولة عن الجهاز. وفي الوقت ده شلبي بيخطف المساعد بتاع اندل، ولما بيرجع اندل بيلاقي ان جهاز الصراخ شغال بس على المساعد بتاعه، فبيهرب شلبي ومارد وبيروحوا لابو عنكبوت مدير الشركة وبيحكوا له اللي حصل، بس مدير الشركة بيقاطعهم وبيدخل شلبي الأوضة المزيفة عشان يعلم الوحوش ازاي يخوفوا الأطفال. ولما بو بتشوفه وهو بيخوف الطفل المزيف بتخاف منه وبتعيط. وبعد ما بتمشي كل الوحوش بيروح مارد لأبو عنكبوت وبيحكي له على كل اللي حصل، وبيقول له انه بيخطف الأطفال من عالم البشر وبيستخدم فيهم جهاز شفط الصراخ، فبياخد المدير الطفلة اللي بتبقى خايفة من شلبي وبيروحوا عشان يرجعوها لمكانها. بس مارد وشلبي بيتفاجئوا لما بيجيب لهم باب شكله غريب، وفجأة بيظهر أندل وبيرميهم جوه الباب اللي بيودي لجبال الهيمالايا في عالم البشر.